يجي هنا يسألك سؤال، انت دلوقتي هتعمل عملية حفر، هتقوم بأعمال حفر داخل الموقع. ايه الخطوات اللي انت هتعملها قبل ما تبدأ عملية الحفر؟ اول حاجة لازم تحط طريقة عمل مناسبة بين اشتراطات السلامة والصحة المهنية لأعمال الحفر. يجب التخطط الجيد لأعمال الحفر بتطبيق نظام العمل الآمن، تمام، سيف سيستم اوف ورك، من خلال وضع طريقة عمل لتنفيذ الأعمال، تمام، بطريقة آمنة تشمل على كافة الظروف المتعلقة ببيئة العمل، ويأخذ في الاعتبار العوامل التالية: نوع التربة، الخدمات العلوية والمدفونة، تمام، تحت الأرض، المباني والمنشآت المجاورة لمكان الحفر، مستوى المياه الجوفية في مكان الحفر، حالة المرور بالقرب من مكان الحفر، الأحوال الجوية. حاجة كده اسمها في المانج سيستم، لما أنا أبدأ أحط طريقة عمل مناسبة في الإداريات بتاعة السيفتي ميزد ستيتمنت، حاجة موجودة كده في الكورس الإدارية شبه زي الأيوش ميثود ستيتمنت، يعني من الآخر كده خطوات العمل. خطوات العمل، أول ما تشوف ميثود ستيتمنت معناها خطوات العمل. أنا هبدأ أجيب معدات 1 2 3 وأبدأ أوقفهم في المكان الفلاني، وبعدين أبدأ أحرك بالحفار ويحفر لي من هنا لهنا، بعدين أحرك اللودر من هنا لهنا، وبعدين أنقل الرملة من المكان ده للمكان ده. دي كده اسمها خطوات العمل. عامل قياس غازات، هطلع تصريح عمل، هعمل تحليل مخاطر، كل ده اسمه خطوات العمل. ميس ستيتمنت، قبل ما ابدأ الشغل لازم أنا احدد نوع التربة اللي انا هشتغل عليها، وايه الخدمات العلوية. احدد نوع التربة اللي انا هشتغل عليها وايه هي الخدمات العلوية. الخدمات العلوية الموجودة اللي هي خدمات الكهرباء العلوية، او لو في مواسير بترول ساعات بتبقى علوية. الخدمات العلوية هنا كهرباء وخطوط بترول، ده لو انت داخل موقع بترول. وايه الخدمات السفلية؟ ايه مستوى المياه الجوفية، حالة المرور بالقرب من الحفر، هل المكان ده على طول فيه عربيات رايحة جاية، ولا المكان ده آمن وفاضي. الأحوال الجوية، وهي بحيث الناس وهي شغالة ممكن الدنيا تشتي، ولا مستبعد. تمام كده. بعمل حاجة بقى اسمها تقييم للمخاطر. اشتراطات السلامة والصحة المهنية لأعمال الحفر، يجب التخطط الجيد لأعمال الحفر بتطبيق نظام العمل الآمن Safe System of Work، من خلال قيام بتعريف جميع الأخطار المصاحبة للعمل وتقييم المخاطر المتوقعة Risk Assessment، مع وضع وتنفيذ الضوابط ووسائل التحكم الكافية وفقا للتسلسل الهرمي لحد من المخاطر